مساء الخير حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كده ان شاء الله تكونوا بألف خير. احنا بقى دلوقتي ايه؟ الجوع بقى بتاع بالليل ده اللي بنتصل كده نجيب ديليفري كده ونلاقي نفسنا دفعنا مبلغ كبير قوي في شوية سندوتشات كده ايه. بصراحة عاديين جدا وممكن نعملهم في البيت. ده بقى الجوع بتاع الليل اللي بيخلينا نتهور ونطلب سندوتشات من بره. انا معايا الطاسة ديت وعندي الفينو ده، الفينو الحلو دوت، وعندي طبق البرجر ده. بصوا بقى طبق البرجر ده اللي هو امريكانا احلى حاجه، هو قصدي حلواني، اللي هو حلواني ده احلى حاجه. ومعايا شويه كابوتشا هنا اهو، شويه. بصوا الكابوتشا الحلوين دول غسلتهم وحطيتهم يتصفوا عشان هنعمل احلى سندوتش مع بعض. وهنا بصوا معايا بطاطس اهي. انا البطاطس قلت لكم كذا مره عشان تطلع مقرمشه تسيبوها في الزيت كده شويه، يعني ساعه نص ساعه قبل ما تعملي الاكل اللي انت هتعمليه، تكوني سايباها بس في الزيت كده شويه. هنا بقى على النار اهو، حطيت الطاسه. بصوا بقى الطاسه انا حطيت ايه شويه زيت بس مسح كده، لان احنا مش هنقليه يعني. هو المفروض لو في جريلا كانت تبقى احسن، بس انا بصراحه ما عنديش جريلا يعني. بصوا شويه زيت كده اهو. طاسه تيفال طبعا عشان ما يلزقش، ده اهم حاجه. وهاخده هو متلج يعني، وهو ساقع كده. خلي بس شويه كده وهو متلج اهو. حط بقى البرجر، سيبه بقى كده. طبعا هنقليه وهنعمل بقى ايه، احلى سندوتش برجر مع بعض، مع البطاطس والكاتشب والمستردة، الحاجات الحلوه الجميله قوي دي كلنا بنحبها ونعرف نجيبها من بره. بس مش تاخد الاثنين، نعمل واحده بقى، نقليهم بقى ونشوف هنعمل السندوتش ازاي مع بعض. بصوا بقى الفينو بتاعي الحلو الجميل ده هنا فتحناه اهو. طبعا شرايح البصل اللي غنى عنها في البرجر. وادي البرجر بتاعي اهو. بصوا عامل ازاي، نقلي كده يعني، بنحطه كده تشويحه خفيفه. ودي الجبنه اللي هي السبريد دي كلنا عارفينها طبعا، دومتي اي حاجه بقى اللي انتوا حابينها. ومعايا الكاتشب اهو. طبعا الطماطم. هنعمل احلى سندوتشات دلوقتي ومش هنجيب حاجه من بره خالص. احنا قاعدين بقى في الاجازه، مره كده ومره كده، مش على طول يعني التكلفه بتاعت بره. وده عندي هنا الكابوتشا. بصوا بقى انا عملت فيه ايه، حطيت عليه شويه فلفل اسود ومستردة. بصوا شويه فلفل اسود ومستردة اهو. بصوا عامل ازاي، تبقى حلوه جدا جدا. هنعمل بقى السندوتش مع بعض ان شاء الله كده، يا رب يعجبكم. ما تشتروش حاجه بقى من بره خالص. بصوا بقى بنجيب البرجر اهو كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط البرجر ونحط عليه الجبنه اللي هي السبريد اهي. بصوا مش هنكتر بس كتير يعني. نحط طبعا شرايح البصل في ده كده، وممكن نقلي شرايح البصل دي. بصوا بقى شرايح البصل. نحط الطماطم اهو. وناخد برضه من الكابوتشا ديت اللي احنا عاملينها اهي. بصوا سندوتش حلو اهو جميل. طبعا هنحط كاتشب، بس الكاتشب بقى ده اختياري، هنحطه جنب الاكل يعني عشان السندوتش ما يبقاش مليان ونعرف نمسكه. مش لازم يعني ان احنا هنسهر يعني، ولا خدنا الاجازه يعني نقعد بقى نكلف نفسنا التكلفات العاليه دي ونبقى نجيب السندوتش ده من بره. السندوتش ده من بره غالي جدا على فكره. طبعا احنا كلنا بناكل بره وعارفين الاسعار. ونحط بقى مره كاتشب كده من تحت كده. نحط البرجر اهو. نحط برضو عليه كاتشب. نحط البصل، شرايح البصل طبعا دي بتبقى حلوه جدا في البرجر. نحط الطماطم، شرايح الطماطم اهي. وطبعا الكابوتشا بتاعتي الحلوه اللي بالفلفل والمستردة. بس طبعا انا مش بملاه قوي عشان ايه، اللي هياكل يعرف يمسكه.
بصوا اهو. هنعمل برضو ايه، هعمل بقى الكميه دي، وهنعمل برضو واحد بالبيض، اوريكم برضو اللي بالبيض اهو، برضو اللي بالبيض عشان في حد عايز بالبيض. برجر بالبيض بيبقى حلو برضو جدا. حلو كده برجر. حط بقى البيض تحت كده خالص. بصوا البيض طالع عامل ازاي. نقسمها اتنين بس عشان ايه متبقاش كبيره قوي، تبقى خارجه بره الساندوتش اهو. حط برضو البيض اهو، نحط عليه البرجر، نحط الجبنه اللي هي السبريد ديت اهي، وهحط برضو شرايح البصل طبعا مع البطاطس مع كل الحاجات الحلوه الجميله دي. شرايح البصل بقى ايه تبقى حلوه قوي. اخد برضو الكابوتشا بتاعتي ديت والكاتشب. الساندوتش والله يعني احلى من اكل بره بكتير. بصوا كمل بقى الكميه دي كده كلها وارجع ان شاء الله. وعلى الفينيش بصوا، بصوا احلى شويه سندوتشات اهي. واحنا في السهره بقى مش لازم نشتري ونكلف. السندوتش ده بره وصل ل 150 جنيه على فكره. البرجر اللي بكل الحاجات ديت بصوا اهو عملناه في البيت. يعني انتوا بتمن العلبه الواحده هتعملوا بصوا كذا ايه، كذا سندوتش منهم. وطبعا البطاطس اهي. بصوا انتوا عارفين البطاطس اللي انا بعملها. بصوا القرمشه بقى بصوا عامله ازاي. البطاطس واو روعه. طبعا لا غنى عن البيبس اهو. كأننا في ايه، في المحل، كأننا في المحل بتاع البرجر اهو. احنا بقى جبنا المحل البيت. يلا قوموا بقى اعملوه بألف هنا والشفا، ويا رب يعجبكم بقى ان شاء الله. اشوفكم بقى في فيديو جديد. باي باي.